الممبار بتاعنا غير اي حد، تابعيني وانت هتعرفي الفرق. بحشوة جبارة بتكات وتركات اول مرة على اليوتيوب، ولو بتغلبي وانت بتحشيه هخليكي لو 10 كيلو هتحشيهم بسرعة السرو، وتتبيلة محدش عملها قبل كده على اليوتيوب. هنتابعه مع بعض من اول ما بنغسله لحد ما بنحمره. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. معايا هنا كيلو من الممبار البلد، غسلته كويس وهو معدول. ومعدول ازاي؟ يعني وهو الجزء اللي بيبقى فيه الدهن. غسلتها كده كويس من اي شوائب متعلقة فيها، وسبت الدهنة زي ما هي كده، ورجعت قلبت على الناحية التانية وضفت له حوالي 3 معالق كبار من الخل، وضفت له عصير ليمونة كامل، ومعلقتين كبار من الدقيق، وحوالي 4 أو 5 معالق كبيرة من الملح، وكيس بيكنج باودر. وهسيبه بقى منقوع في الحاجات دي لحد بقى ما احضر الحشو، علشان وقت ما اجي اغسله ما يغلبنيش في الغسيل، لان هو ما بيكتفيش بالغسيل بس، لازم بالسكينة كده على الحوض واكحته كويس اكني بنضف كرشة بالظبط. افضل احت فيه بالسكينة لحد ما اطلع الطبقة اللي هي بتبقى طرية على الممبار من بره. هقلبه بقى في الخلطة اللي ضفتها له دي واركنه بقى على جنب ونحضر الخلط. هنحتاج في الأول لحزمتين أو 3 من الكزبرة والشبت، ما بضيفش بقدونس خالص، هو شبت وكزبرة من نفس الخضار اللي بستخدمه المحشي الكرنب. بالأول كده بقى بفتحه وأنضفه كده من أي حشيش غريب أو زرع يكون تالف، وهاخده بقى كده على الحنفية واغسله غسلة كويسة واصفيه بالسكينة كده بقى وعلى سطح العمل، وأقطعه تقطيع صغير خالص، تقطيع ناعم جدا. وبكده بقى بنكون انتهينا من أول خطوة. بعد كده بقى بنحضر بصل وشط، وما نستكترش اي كمية هقول عليها، لان الاضافات دي هي اللي هتحسن معايا النكهة وهتزود معايا الطعم. معايا هنا حوالي ربع كيلو من الشط، مخلطاها كده ما بين الفلفل الاحمر والشطة الخضراء، ونص كيلو من البصل. ممكن بقى تنعميه في الكبة، وممكن تنعميه بايدك كده بالسكين. الكبة بقى ما شالتش معايا الكمية كلها، قسمت نص كمية الشطة على نص كمية البصل، وفرمتهم وضفتهم كده على الخضار في الكبة بقى، وضفت باقي كمية البصل والشط، وضفت لها كده عودين من النعناع الأخضر وراس توم كامل. وبكده نكون انتهينا من تاني خطوة وهي الأهم. وزي ما قلت لكم في أول الفيديو، محدش يستكتر كمية البصل والخضار اللي هنضيفها للممبار، علشان هي دي اللي هتزود معايا الطعم. بعد كده بقى نحضر مع بعض الرز. الكيلو ممبار بياخد حوالي كيلو الا ربع من الرز. لازم بقى الرز لو هو نضيف لازم اقلب فيه برضو واطمن ان هو مفهوش اي حاجة، واغسله بقى على الحنفية مرتين او 3، واصفيه كويس وهضيفه كده على الخضار. ونضيف بقى التوابل بتاعتنا. اول حاجة هضيف معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، ومعلقة صغيرة بابريكا، ومعلقة صغيرة توم باودر، ونص معلقة صغيرة السبع بهارات بتجيبيها جاهزة كده من عند العطار، ومعلقة صغيرة بصل باودر، والملح، ومعلقة صغيرة بهارات لحم، ومكعب مرق، وده اختيار. وهقلب الكلام ده كله بقى تقليبة كده معتبرة. بس قبل ما اقلبهم كويس بقى افتكرت ان انا ما ضفتش الزيت، هضيف حوالي 3 أو 4 معالق كبار من الزيت. هقلبهم بقى كويس واركنهم على جنب، واسيب الرز يتشرب كده من الخضار ومن التوابل اللي ضفناها. ونحضر بقى مع بعض عصير الطماطم او الصلص. هنحتاج لكيلو من الطماطم، اغسله كويس كده على الحنفية واقطعه مكعبات صغيرة، وافرمه في الخلاط، بس عايزاه ما يكونش ناعم، او انا عايزاه يكون خشن شوية. في الوقت ده بقى انا مش هنزل بعصير الطماطم على الخلط، لان الطماطم فيها كمية كبيرة جدا من المية وهتبوش معايا الرز. في حلة بقى او كزرولة وهنزل بعصير الطماطم، هضيف له معلقة صغيرة من السكر علشان تعادل الحموض، وهظبط الملح، وهضيف كمان معلقتين صغيرين من الشط. مش عارفة بقى في الوقت ده انا كان قلبي جامد جدا كده وانا بضيف الشط، اول مرة اضيف معلقتين صغيرين، والشطة حراقة جدا بصراحة، وهو حراق بيبقى طعمه حلو جدا. هضيف بقى كمان حوالي 4 معالق من الزيت، وارفعهم على النار لما نسبة السوائل اللي في الطماطم تنشف خالص والطماطم تتسبك معاه، وهسيبها بقى لما تهدى وتبرد وانزل بيها على الخلطة بتاعتنا.
ايه رأيك بقى يا ست الكل؟ يعني كنت انزل بالمية وهي فيها نسبة السوائل، ولا انشفها كده واسبكها وتدي طعم للخلطة معايا؟ ولو واخدين بقى بالكم معايا من اول ما ضفنا التوابل هتعرفوا ان انا لحد دلوقتي ما ضفتش الكمون. ضفت معلقتين بقى صغيرين من الكمون، دول بقى اللي هيفحفحوا الخلطة وهيدوا معايا ريحة روعة. هقلب بقى الكلام الجميل ده كله مع بعض، وبكده بقى بنكون انتهينا من الخلط. شوية بقى خلط عسل نتيجتهم باينة من قبل التسوية. نركنهم بقى على جنب ونحضر بقى مع بعض في المنبار. بايديا كده بقى هدعكه كويس لما المكونات اللي ضفناها عليه تتغلغل في قلبي، علشان وقت بنكحته بالسكينة يكون سهل معاه. هدعكه كده بقى دعكة معتبرة بالسكينة كده بقى وعلى الحنفية وهكحته، وهلاقيه بقى ينضف معايا كده بكل سهولة علشان الإضافات اللي احنا نقعناه فيها. هشطفه شطفة كويسة كده على الحنفية مرتين أو تلاتة، وهصفيه بقى من المية، وهلقاه بقى معايا نضيف وبقى تحفة. انا بقى كنت من الناس اللي ما بتجيبش الممبار علشان بيغلبها في الحشي، لحد بقى ما اخترعت لكم فكرة اخليكي لو 10 كيلو هتنجزيهم في 5 دقايق. الاول كده هنغرف كمية مناسبة من الرز، علشان لو اتبقت معانا كمية ما تكونش فيها ريحة الممبار، واخلصها واحط غيرها لحد ما بخلص باقي كمية الممبار. وهجيب بقى ازاز الزيت فاضي واقطعها كده بالسكينة على قد ما هدخل الحشو، وهاجي كده حاطة فيها الممبار واضيف فيها الرز. بس وانا بحشيه لقيت ان حجم الازازة طويل شوية، يعني باجي ازق الحشوة في قلب صباع الممبار بتكون بعيدة علي بالسكينة كده بقى، وهخليها تكون قصيرة شوية علشان تبقى قريبة مني لصباع الممبار وانا بحشيه. حجمها كده كان مناسب أوي. جربيه بقى بالطريقة دي والله العظيم وهتدعيلي، لان انا كنت من الناس اللي ما بتعرفش تحشي الممبار خالص. هقول لكم بقى ازاي نضيف الكمية المناسبة اللي ما تكونش قليلة قوي ولا تكون بزيادة. اخليه يكون مبطط بالشكل ده، وتكون كمية الرز تكون مهوية. واحب اقولك بقى على حاجة كمان، طبعا هنحشيه ونبططه كده ونخلي كمية الرز مهوية بس الاطراف تكون ما فيهاش رز، يعني هخلي الطرف بالظبط يكون فاض، علشان وقت ما ينزل في المية المغلية الطرف اللي ما فيهوش رز ده بقى يقفل على كمية الرز كلها من الطرفين، واضمن ان الرز ما يخرجش اثناء التسوية. وفكرة الازازة دي بقى كانت منجزة. بدخل بقى كده الممبار والف صبع كده عليها واجمد كويس، علشان وانا بزق الرز ما تتزفلطش من عليها، واضيف بقى كمية الرز المناسبة لحد ما بنتهي من الكمية كلها. في الوقت ده بقى كنت مولعة على حلة مية مغلية، ضفت لها نص معلقة صغيرة من القرفة علشان اضمن ان ما يكونش فيه اي ريحة زفار، وفلفل وكمون وكزبرة وورق لوري وحبهان والملح ومكعب مرق، وده اختيار. وهدى عليهم النار كده بقى لما انتهي من الكمية كلها. انا عارفة ان امهاتنا وحبايبنا ناصحين فيه وبيحشوه بمنتهى السهول، لا بيحتاجوا الآلة ولا حنك ازاز، بس انا نظرا لظروف الصحية ما بجيبوهوش كتير، علشان كده ما بكونش محترفة فيه. لو عايزين بقى يطلع شكل معاكم مدور، يعني يطلع زي كور كده بتاعت الكفتة، هنربطه كده بفتل، هنربطه كده من الطرفين وحوالي 3 عقلات من الصباع، ونربط كمان بالفتل. هقطع فتل كده صغيرة وبين كل مثلا حوالي 4 عقلات من الصباع، وهربط بالفتل. بيبقى عامل كده بقى زي العقد، ومجرد بقى ما بينزل في المية المغلية بيعمل بقى زي كور كده الكفت. هنشوفها بقى مع بعض كده لما ننزله في المية. هعمل كده بقى وعدتين او 3 علشان اوريكم الشكل بس. لو وصلتوا بقى معايا لحد هنا يا ريت ما تنسانيش بدعوة حلوة من القلب ان ربنا يشفيني ويعافيني واقدر استمر واقدم لكم كل جديد يا اجمل متابعين. في الوقت ده بقى كنت مولعة على المية تغلي، ما نزلش بيه غير لما اتاكد ان المية بتغلي، لان لو نزلت بيها باردة الرز هيخرج منها. ومجرد ما بنزل بيه في المية المغلية بلاقيه بقى كده يقفل من الطرفين، واضمن كده بقى ان الرز مش هيخرج منه. وهوريكي بقى شكله كده بقى وهو كور بومبونات كده بقى، شكله جميل وتحفة، شكله في منتهى الجمال والروعة، والله يفتح النفس. بألف هنا على قلوبكم جميعا. في الأول كده بقى هسيبه على درجة حرارة عالية، وأول ما يبدأ معايا في مرحلة الغليان ههدي عليه النار وهسيبه بقى يستوي على نار هادية. وعن مدة التسوية بقى ما اقدرش اقولك قعد قد ايه بالظبط، لان كل نوع ممبار بيختلف من نوع لاخر. بعد مرور ساعة بالظبط هتبدأي تتابعيه، تطلعي واحد وتبدأي تقطمي فيه، لقيته كده استوى هتطفي عليه، لقيتيه لسه هتسيبيه شوية،
بعد ما بطفي عليه ما بصفيهوش على طول، بسيبه كده لما يهدى ويبرد، بعدين بقى اصفيه في مصفى. وما حمرش غير وقت الاكل بالظبط، يعني انت هتسيبيه في مصفى ووقت ما الولاد يجي ياكلوا هتبداي تحمري فيه. في طاسة على النار هضيف حوالي نص كوباية من الزيت، وأول ما تبدأ تسخن نبدأ بقى نحمر فيه، وأول ما يبدأ ياخد لون نقلبه على الناحية التانية لما يبقى بالجمال ده. وعن الممبار بقى الكور الصغير ده، هتيجي بقى الفتلة هتشديها سهلة خالص، ما بتحتاجش لمقص ولا أي حاجة. حمره بقى من الجنبين لما ياخد لون دهبي فاتح وبألف هنا. وهو لسه سخن كده بقى هديله رشة من الملح ورشة من البهار المشكل، فلفل وكمون وكزبرة. وعندي التقديم بقى تقدر تحط أي نوع من الصوصات، أنا هنا الولاد ما بيحبوش جنبه غير الكاتشب. أول واحدة طبعا مستنية بقى تقول رأيها وتدوق هي نورهان. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوناش بلايك وشير واشتراك في القناة من على اليوتيوب، ولو أول مرة تشوفوني ده مطبخ ياسمين جنيد. سلام يا أجمل متابعين.